بونجور يا حلوين، عاملين ايه؟ في حاجات كتيرة قوي بننساها واحنا مسافرين، عشان كده حضرت لكم ليست فيها اهم الحاجات اللي احنا نركز عليها واحنا بنحضر شنطة السفر، وهي عبارة عن الهدوم والاحتياجات والالكترونيك اللي هي الاجهزة وكده، واربع حاجات مهمة هقولها في الاخر. ويلا بينا نبدأ بأول حاجة وهي اهم حاجة وهي الاحتياجات. وفي كل ده لازم نجيب ورقة معانا ونكتب فيها الحاجات. يعني انا كاتبة هنا الاحتياجات اللي احنا لسه هنقولها دلوقتي، مش عارفة هي باينة ولا لا في يعني اهي الاحتياجات، مش عارفة هتبقى واضحة ليكم او معكوسة او لا، بس لازم يكون معاك ورقة وكاتبين فيها كل الحاجات. ماشي، فانا هبدأ بأول حاجة. يعني ايه هنحط مثلا؟ هنبدأ مثلا ان انا هحط زبدة كاكاو، فايه اعلم ان انا كده تمام فحطيتها علشان ما افضلش اللي هو اقول طب انا حطيتها ولا لسه ما حطيتهاش، فتبقى الليسته معايا واكون مجهزه كل حاجه. فيلا بينا نبدا الاحتياجات. فاول حاجه معانا زي ما احنا قلنا زبده الكاكاو، وعايزين نحط كمان لوشن للجسم علشان البحر بيعمل حاجات كده بتخليكي ناشفه عامه. يعني البحر بعد ما تطلعي منه حتى البول او اي حاجه بتخليكي كده في المصيف كده بتبقي كده عايزه تترطبي كتير قوي. فكده احنا تمام حطيناه. وبعد كده نحط غسول ومرطب للوجه، علشان طبعا زي ما قلنا الاعتناء بالبشره كده كده لازم، وفي المصيف كمان لازم نعتني بيها اكتر علشان الشمس. وطبعا دي توجهنا لتاني حاجه وهو السان سكرين او السان بلوك اللي انتوا بتستخدموه، وده لازم تتاكدوا ان انتوا حاطينه وتحطوه قبليها بربع ساعه قبل ما تنزلوا، علشان مش عايزين نرجع من المصيف نلاقي الوان تانية. ماشي. بعد كده نحط بقى اهم برضو حاجات اللي هو الشاور جل والشامبو، علشان يعني بعد كل بول بعد كل بحر لازم نستحمى كده كده، فلازم نكون الحاجات دي اساسيات كده كده معانا يعني. ماشي. زائد انا دي بقى حاجات بحطها يعني دايما معايا، حمام كريم وسيرم وزيت. الزيت بقى بستخدمه ليه؟ يعني السيرم عامة السيرم بستخدمه كأنه يعني ايه، ان هو يهديلي هيشان الشعر، انما الزيت بحطه في البحر بحطه في البول علشان مخرجش شعري شايط او في حاجه غلط او ترطيبه يبقى رايح او كده. فالزيوت بقى ممكن استخدم زيت ايه؟ بستخدم زيت خروع وبستخدم زيت بذور العنب، وممكن بقى انتي تختاري خلطة زيوت انتي بتحبيها وتخلطيها مع بعض وتستخدميها بقى في البحر. وانتي نازله البحر تحطيه قبليها بربع ساعه او كده وتنزلي البحر وانتي تمام، حتى من غير ممكن بنيه، فبيبقى حاجه لذيذه قوي. يعني ممكن اصلا كده انتي تكوني عملتي حمام زيت وانتي خارجه من البحر كده، نكون رطبنا ولعبنا وهيصنا كمان. ماشي، يبقى احنا كده ايه تمام. والشيفنج لازم ان احنا نكون متأكدين ان مفيش اي حاجة هتحصل، فلازم نكون عاملين حسابنا في الشيف بتاعتنا. وديودرنت، الديودرنت طبعا مهم، وعملت فيديو قبل كده بيتكلم عن ازاي اخلي ريحتي حلوة في الصيف وكده، وبرضو تأكدوا ان انتوا هتتفرجوا عليه لان في حاجات كتيرة قوي هنقولها كانت متقالة في الفيديو ده، ومنهم الديودرنت برضو. وهنيجي للنقطة التانية وهي برضه اتقالت في الفيديو التاني وهو البارفان والمسك ودن. دن وريتها لكم برضه في الفيديو التاني، فمتنسوش ترجعوا تشوفوا الفيديو التاني. فكده احنا تمام. ومشط الشعر او فرشة او المشط اللي انتي دايما بتحبي يكون معاكي او تستخدميه استخدام يومي او كده، ده برضه بيبقى لذيذ قوي ولازم تاخديه كده كده معاكي. وعايزين بقى ناخد معانا توكة ستان علشان قبل ما ننام نلم شعرنا بتوكة ستان، تبقى احسن بكتير مثلا من التوك العادية، علشان اللي هو يعني ما مش بتكلكع في الشعر، مش بتخليه هايش او كده. وبني ستان برضو علشان نتأكد ان احنا شعرنا مش هيبوظ في المصيف. وانا بقى اخترت بقى دي حاجة لذيذة جدا، التوك والبنس على حسب التسريحات اللي احنا هنعملها. يعني مثلا انا في تسريحة مثلا هعملها فهحتاج احط فيها البنس اللي هي الصغيرة اللي هي زي دول مثلا، لا طب انا هحتاج اعمل شكل اكتر فهختار حاجات زي كده كده. يعني الحاجات اللي هي دي بنختارها. وطبعا لو انتي محجبة فلازم تتأكدي ان انتي بتختاري الطرحة بتاعتك
على حسب الاوتفيت، وتختاري مثلا طرحه تليق على كذا اوتفيت علشان برضو ما تاخديش حاجات كتيره، وتاخدي دبابيس كتيره، اكتر دبابيس انت بتحبيها معاكي، وتاخدي بزياده برضو علشان لو حصل اي حاجه. وبس كده، دي الحاجات اللي انا بحاول اجمعها لكم علشان ما نبقاش ناسين اي حاجه ان شاء الله يعني. طيب ايه تاني؟ في ايه بقى؟ اكسسوارات البحر. اكسسوارات البحر يا جماعه في 2025 يا نهار ابيض على الحلاوه، بجد كتير قوي وحلوين قوي قوي قوي. فبجد يعني بجد اكسسوارات البحر 2025 I love it I love it I love it. ماشي، فكده دون برضو، احنا كده تمام جدا. طيب عايزين بقى ناخد مبرد. انا بصراحه ما باخدش مبرد معايا لان انا بحب ان انا اقص ضوافري على طول، ما بحبش بصراحه اربي ضوافري الحوارات دي يعني، ما بحبش الحاجات دي. قولوا لي برضو انتوا بتحبوا الحاجات دي ولا لا، بس انا ما بحبش الحاجات دي يعني بصراحه. وقطن برضو، ناخد قطن معانا. ممكن اي حاجه تحصل يعني، احتاجت ممكن ناخد قطن او ممكن لا، على حسب. طيب اهم حاجه بقى طبعا المناديل، ولازم نكتر في المناديل كتير كتير كتير. حوادث الرمله دي لازم يكون فيها مناديل عامه. ممكن بقى نحط، لو انتي هتحطي مونوكير في البحر فبناخد مونوكير، وبناخد المزيل بتاع المونوكير علشان نكون تمام يعني. الميك اب بقى انتي ممكن ميك اب سمر يعني زي اللي انا هوريها لكم دلوقتي، ودول يا جماعه بيبقوا لذاذ قوي. وما تحطوش فول ميك اب خالص خالص، سيبوا بشرتكم خلاص كفايه. ما تحطوش فول ميك اب خالص، ما تكتروش في الميك اب اصلا. البحر بيدي ناتشورال لوك اصلا للوش، في المصيف بيبقى شكلك لذيذ وبيبقى اصلا شكلك فريش من غير اي حاجه. فعايزه تحطي ميك اب ممكن نتجه لاسلوب الميك اب ده. قولوا لي برضو رايكم فيه ايه. وانا عامه يعني ما بحطش ميك اب قوي في البحر اصلا. وميك اب ريموفر علشان طبعا ما ننساش ان احنا لازم بعد ما نحط الميك اب نشيل الميك اب طبعا بالميك اب ريموفر، فدي حاجه مهمه جدا. وكده احنا عملنا الليست بتاعتنا كده، علمنا عليهم وكده تمام. ليه بقى تفتحي الشنطه تقولي انا كده معايا تمام المرطب، معايا تمام الشيب، معايا الديودرنت، معايا المشط، معايا كل حاجه، فاحنا كده ايه تمام. بس كده دي الحاجات اللي هنقولها في الفيديو بتاع النهارده. وتاكدوا ان انتوا هتشتركوا وهتفعلوا زر الجرس علشان في بارت 2 من الهدوم اللي انا هاخدها معانا في المصيف، علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا له لايك، وتسيبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي ايه رايكم في الاجواء بتاعه الصيف، وايه رايكم في موضه 2025. وقولوا لي لو في فيديوهات عايزيني اعملها تاني اعملها طبعا كده. وطبعا اسفه لتاخيري في الفيديوهات، يعني انا بصراحه ماليش حجه، يعني انا في اجازه بصراحه، فالمفروض اكتر فيديوهات اكتر من كده، فانتظروا مني فيديوهات اكتر من كده بكتير. بس كده، بحبكم جدا، باي باي.